في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من عام الفيل سنة 571 للميلاد، حدث في الأرض أمر عظيم، أمر جلل، رجمت فيه الشياطين وحرست فيه السماء. قيل أنه سقطت 14 شرفة من إيوان كسرى وانطفأت نار المجوس. يقول حسان بن ثابت: كنت صبيا في المدينة وتسمى قديما يثرب. يقول: كنت ألعب مع الصبيان لكنني أعقل. يقول: في هذا اليوم نادى يهودي على أطم من الآطام: يا معشر يهود، يا معشر يهود. يقول: فاجتمع اليهود حوله، قالوا: ما الخبر؟ قال: ظهر اليوم نجم أحمد، ظهر اليوم نجم أحمد. نعم، سيحصل الآن أمر غريب، أعظم ولادة في تاريخ البشرية. إنه ميلاد من؟ إنه يوم ميلاد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أذن الله أن ترحم البشرية به. أعظم ميلاد ميلاده، وأسهل ولادة كانت ولادته. لما ولد محمد في ذلك اليوم تقول أمه آمنة: لقد أضاء نور إلى السماء، رأيت في ذلك النور قصور الشام، كأن دولته وأمته ستمتد إلى الشام. رأتها أمه في ذلك اليوم. أي لحظة تلك التي تمر فيها البشرية، أي سعادة أرسلها الله للكون بولادة أحمد عليه الصلاة والسلام. أي نور سطع في كون ذلك الزمان بولادة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر، يوم ولد محمد ذلك اليوم هو اليوم السعيد. سمع بالخبر بعد ولادته من؟ وهو يولد برعاية الرب عز وجل وبعناية الله جل وعلا، ويصنعه الله على عينه. ولد محفوظا، ولد معصوما، ولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سمع بالخبر جده عبد المطلب، فأسرع وهو يسمع صوت الطفل الذي ولد للتو، النور الذي خرج للبشرية. فإذا بالطفل يعطى لجده عبد المطلب الذي مات أبوه قبل أن يولد. فإذا بالطفل يعطى لجده عبد المطلب، فيأخذه ويشمه شمة ويقبله، ثم يسرع به إلى البيت يطوف به. يطوف بمن؟ يطوف بالطاهر المطهر، يطوف بالمصطفى عليه صلوات الله وسلامه، الذي تصلي عليه الملائكة في السماء، الذي يصلي عليه الرب عز وجل. فإذا بعبد المطلب يحمل هذا الطفل يطوف به حول البيت ويدخله داخل البيت فرحا مسرورا سعيدا مستبشرا بهذا الطفل الذي ولد. ثم رجع به مرة أخرى ليدفعه إلى أمه آمنة التي فرحت فرحا عظيما بميلاد ذلك الطفل الرضيع. إذا به يدفعه إلى أمه آمنة وهو يقول لها: سميته محمدا، سميته محمدا. فيا لسعادة البشرية في ذلك اليوم. الأرض فاضت بالضياء لما أتى خبر السماء. الأرض فاضت بالضياء لما أتى خبر السماء. ولد الحبيب محمد، ولد النبي محمد، فإذا الدنا قمر أضاء في مولد الهادي البشير، كم عم في الكون السرور. في مولد الهادي البشير كم عم في الكون السرور. قد أطفئت النار، قد أطفئت نار وراح يشق
والصبح في الآفاق نور. الأرض فاضت بالضياء لما أتى خبر السماء. الأرض فاضت بالضياء لما أتى خبر السماء. ولد النبي محمد. بدأ البحث عمن يرضع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في تلك الفترة نسوة من بني سعد بن بكر جئنا إلى مكة يبحثن عمن يرضعنه، وكان في الجمع امرأة اسمها حليمة السعدية، وكانت قد ركبت أتانا لها حمار، وكانت السنة سنة قحط وجدب، سنة لم تمر عليهم مثلها، حتى أن حليمة وزوجها الحارث ابن عبد العزى كان معها، ولهما طفل صغير للتو مولود. تقول حليمة: لم يكن في ثديي ما يشبع طفلي، كيف تبحث عن من ترضعه؟ تقول: حتى أن طفلي كان يبكي الليل كله، فلم نكن ننام الليل من شدة بكائه من الجوع، هذا طفلها، فكيف تبحث عن من ترضعه؟ تقول: حتى وصلنا إلى مكة. تقول: فما منا من امرأة إلا وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترضعه، فرفضنا جميعا. لما علمنا أنه يتيم. وماذا نصنع بطفل يتيم ليس له أب؟ وماذا يصنع جده؟ وماذا تنفع أمه؟ تقول: تركناه جميعنا وبحثنا عمن نرضع، فكل واحدة من صاحباتي وجدت من ترضعه وذهبت به، وبقيت أنا لم أجد أحدا، فقد كانت هزيلة ضعيفة حليمة. تقول: فقلت لزوجي: والله إني أكره أن أرجع إلى صاحباتي بغير طفل أرضعه، والله لأرجعن إلى اليتيم فأخذه. فقال زوجي الحارث: قال: افعلي فلعل الله أن يجعل فيه بركة. تقول: فأخذت محمدا وإني لكارهة لكني لم أجد غيره. تقول: فأخذته صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: فرجعت إلى رحلي التحق بالقافلة بالصحبة لأرجع إلى بلدي. تقول: فما إن وضعته في حجري إلا وأقبل ثدي فشرب حتى روي. تقول: فألقمته لمن؟ لأخيه الطفل الجائع. تقول: فشرب حتى روي أخوه. تقول: فنام ولم يكن ابني قد نام منذ أيام. تقول: فلما أصبحنا قال زوجي: إن النسمة التي أخذتيها فيها بركة. فقالت حليمة: إني لأرجو الله ذلك. تقول: حتى الشاة التي كانت معنا ليس فيها قطرة من لبن. تقول: قد امتلأ ضرع شاتها. تقول: حتى الأتان الحمار الذي أركبه، تقول: أسرع حتى قال النسوة لحليمة: أربعي علينا يا حليمة، أين الحمار الذي جئت به؟ وين الحمار الذي جئت به إلى مكة؟ قالت: إنه هو. فقال النسوة: والله إن لهذا الحمار شأنا. القضية ليست الحمار ولا الشاة ولا اللبن، إنه أفضل من خلق الله جل وعلا، إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما حل مكانا إلا وبورك فيه. تقول: فسرنا أياما حتى وصلنا إلى بلادنا، بلاد سعد بن بكر. تقول: فلما وصلنا بلادنا وكانت سنة جدباء شهباء، قد القحط أكل الأخضر كله، ولم يبق لنا لبنا ولا ضرعا ولا طعاما. تقول: فما إن وصل محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى امتلأت شياهنا لبنا فصارت شباعا، وكنا نسرح بها كل يوم وترجع قد امتلأت، فنحلب ونشرب وأرضع أبنائي ولا ينقصنا شيء. أما جيراني، تقول جيراني، فكانت